السلام عليكم، اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عملنا مع بعض حلويات كتيرة جدا جدا علشان نقدمها في شهر رمضان ونقدمها كمان لأسرتنا وضيوفنا وتشرفنا وكمان تسهل علينا الوقفة وان احنا نقعد نحضر حاجات كتير. الحلويات دي اجمل بكتير من البقلاوة وطعمها احلى بكتير من الجلاش، يعني احنا مش هنحتاج ان احنا نشتري بقى جلاش ماركة حلوة علشان ما يطلعش مكسر والوصفة مننا طبعا تبوظ. الوصفة دي جميلة. الحلويات دي بتشرب العسل على الآخر وطعمها حلو جدا. يلا بقى نسمي بسم الله ونبدأ على طول في التحضير، بس ما ننساش اللايك. هنجيب طبق ونحط فيه علبة زبادي صغيرة، كوباية من الحليب، وكوباية الا ربع من الزبدة على السمنة. يعني نص كوباية زبدة على ربع كوباية من السمنة. وانا زي ما انتوا شايفين كده مدوباهم علشان اعرف اوزنهم. هحط كمان بيضتين حجمهم متوسط. وزن الزبادي بتاعتنا كان 75 جرام، اللي هي العلبة الصغيرة خالص. مش محتاجين ان احنا نحط علبة كبيرة. هنحط دلوقتي نص معلقة صغيرة من الفانيليا او كيس من الفانيليا البودرة. هحط كمان معلقة كبيرة من الخل، ودي ما ينفعش خالص نستغنى عنها. كمان رشة الملح، لان هي بتعزز كده الطعم وبتخلي الحلويات طعمها حلو. هنقلب بقى الحاجات دي كده مع بعضها لحد ما يختفي بقى البيض ويختفي كل المكونات. محضرين جنبنا 650 جرام من الدقيق، هننزل في الأول كده بنص كيلو وبعدين هننزل بالباقي من الدقيق. الدقيق ده دقيق لكل الأغراض، وأهم حاجة إن انتوا تبقوا ناخلينه لحد يعني علشان تتأكدوا إن هو دقيق كويس مفهوش أي حاجة. نزلت دلوقتي بمعلقة وزنها 10 جرام من البيكنج باودر. هقلب بقى كده بالمعلقة وهقول لكم امتى بقى احنا هنعجن. وزي ما قلت لكم مقدار الدقيق اللي عندنا 650 جرام. هننزل في الاول نص كيلو دقيق 3 كوبايات ونص، وهنخلي كده كوبايه على جنب. مش هننزل بيها دلوقتي، بعد ما بنقلب كده كويس بالمعلقه ونخفي الدقيق خالص. هننزل بقى بالكوبايه اللي هي المتبقيه دي بالتدريج، يعني شويه بشويه كده مع التقليب لحد ما نحس ان العجينه مش محتاجه دقيق خالص. وطبعا دلوقتي هوريكم القوام بتاع العجينه وشكلها بيبقى عامل ازاي. بصوا بقى انا شلت المعلقه خالص. اول ما تتقل عليكم كده المعلقه وانتوا بتقلبوا شيلوها خالص وعجنوا بايديكم، هي ما بتحتاجش اي عجن. يعني انتوا مجرد بتخفوا الدقيق كده جوه العجينه. بعمل كده العجينه بالشكل ده. وطبعا لازم تجمعوا الجوانب، تجمعوا كل الدقيق اللي موجود على الجوانب وما تخلوش اي عجينه لازقه كده على الجوانب او في القاع. بنجمعها كده ومش هنعجن دلوقتي، احنا كده مجرد احنا بنجمع العجينه وبندخل الدقيق في السوائل. بصوا زي ما انتوا شايفين هي ملزقة، فانا هنزل بقى بالدقيق بالتدريج لحد ما تاخد مني كل مقدار الدقيق اللي هو 650 جرام. ممكن تاخد مننا ال 650 جرام زائد معلقة او ناقص معلقة على حسب نوع الدقيق وامتصاصه للسوائل. نزلت كده بالكوباية كلها، وهبدأ بقى دلوقتي ادخل الدقيق ده في العجين وعجنها 5 دقايق بس. ما بتاخدش عجن مني كتير، يعني مش لت وعجن بقى كتير، لا. بنعمها كده بايديا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لمدة 5 دقايق وخلاص. قوام العجينة بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين متماسكة وطرية ومش ملزقة خالص. يعني لما نيجي نرفعها لفوق كده مش بتقع مننا من اي جنب، متماسكة كده وماسكة نفسها. هناخد العجينة بتاعتنا دي وهنقسمها نصين بالظبط. نص هناخد منه 16 كورة، وزن الكورة الواحدة 45 جرام. هكور الكور ال16 دول هحطهم على صينية محطوط عليها كيس بلاستيك وبس، وهنغطيها بأكياس بلاستيك كويس جدا وهنخليها جنبنا في المطبخ. وهتشوفوا معايا هنعمل ايه في النص التاني، وهنخلي الكرات بتاعتها وزنها ايه. دول ال16 كورة، وزن الكورة الواحدة 45 جرام. دي هتطلع كبيرة شوية. هنعمل بقى واحدة تانية وزن الكورة 30 جرام. عملنا 17 كورة وزن الكورة 30 جرام. يبقى احنا اخدنا العجينة الكبيرة قسمناها نصين. نص منها خدنا 16 كورة وزن الكورة الواحدة 45 جرام، وواحدة تانية اخدناها عملناها 17 كورة وزن الكورة الواحدة كانت 30 جرام. محضرة جنبي دلوقتي نص كيلو من النشا، نشا الذرة. وهاخد بقى الكرات اللي انا مكوراها اللي هي الصغيرة اللي كان وزنها 30 جرام دي، هاخدها هفردها معاكم دلوقتي. انا عاملة مقدار كبير
لان انا بحب اعمل منها مقدار كبير مرة واحدة واحتفظ بيها عندي في التلاجة وبتفضل لشهور زي ما هي ومش بيحصل لها اي حاجة خالص. وهعمل كده طبعا قبل رمضان ان شاء الله علشان ما اعملهاش خلال شهر رمضان. علشان كده عامله لكم مقدار كبير تقدروا انتوا تقسموا المقدار ده على نصين، يعني تستعملوا 300 جرام بس من الدقيق وتقسموا كل المقدار التاني. فردت اول كوره اللي كان وزنها 30 جرام، شفتوا السمك بتاعها وريته لكم، على رشه نشا برده من فوق وكيس بلاستيك وهغطيها. هناخد الكوره التانية بضغط عليها كده بايدي وبعد كده بالنشابه بفردها بيضاويه او الى حد ما مستطيله، بلاش تعملوها مدوره لان احنا في الاخر خالص محتاجين يبقى شكلها مستطيل. عملتها كده بيضاويه او مستطيله او بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومش بترقوا قوي قوي زي الفطير كده، لا انتوا بس بتخلوها رفيعه الى حد ما. هرش رشه نشا على التانية الاولانيه يعني اللي انا كنت فرداها، وهحطها بقى كده على سطح الرخامه وهحط عليها اللي انا عملتها التانية. وكل الكور هنعملها بنفس الشكل، بين كل طبقه والتانية هنرش رشه نشا مش تقيله قوي ومش خفيفه، يعني ما تسيبوش فيها جزء ما فيهوش نشا وفي نفس الوقت ما تزودوش جدا. وهقول لكم ليه طبعا في الاخر ما نزودش النشا جدا. خلصنا ال17 كوره لان دول طبعا كانوا 17 وزن الواحده 30 جرام. هنغطيها كويس جدا من فوق ومن تحت بكيس بلاستيك وهنسيبها كده لتاني يوم. تقدروا طبعا تريحوها نص ساعه بس في التلاجة وتبداوا تفردوها وتكملوا بقيه خطواتكم. انا كنت طبعا تعبت فسيبتهم بقى كده في التلاجة كلهم لحد تاني يوم. الصينية دي كان فيها 16 واحدة، وزن الكورة الواحدة 45 جرام. هنفردها برضو ولكن مش هفرد كل الكمية معاكم علشان ما اطولش عليكم قوي في الفيديو. وانا اسفة جدا ان الفيديو طويل لان انا بحب جدا اشرح كل حاجة في الفيديو بالتفصيل علشان تخرجوا من الفيديو ده يعني تقوموا تحضروها على طول، ما يبقاش عندكم اي مشكلة تواجهكم وما يبقاش عندكم كمان اي سؤال تسألوه. وزي ما عملنا في الكور التانية اللي هي كانت الأولانية اللي كانت الصغنونة، هنعمل كمان في الكور التانية. هنفردها بقى كلها على رشة نشا، بس طبعا دي حجمها هيبقى أكبر في الحجم بتاعها هيبقى أكبر. يعني بصوا المستطيل بتاعها أو الشكل البيضاوي بتاعها كبير شوية لأن أكيد طبعا وزنها أكبر فهتبقى كبيرة. هنفردها كده بالشكل ده وانا بشوف سطح العمل منها، يعني لما تيجوا تحطوها كده على الفرشه اللي انا فرشاها دي هتشوفوا الرخامه من العجينه بس برضو مش رفيعه قوي. خلصت كل الكميه وبينهم نشا زي ما انتم شايفين مش كتير لان لو كترنا النشا هيبان طعمها في المعجنات بعد كده، فرشوا رشه خفيفه كده لكن ما تسيبوش اي جزء خالص. وغطيتها بكيس بلاستيك وحطيتها على التانية في التلاجة من بالليل للصبح. تعالوا بقى اقول لكم الخطوة اللي بعد كده اللي هي مهمة جدا وسبب التوريق بتاع العجينة. بصوا بقى هناخد دلوقتي العجينة الصغنونة اللي كانت 17 كورة وكان وزن الكورة الواحدة 30 جرام. هناخدها بقى كده وعلى رشة نشا برضو، مش هنرش كده تاني، دي اخر مرة بقى هنرش فيها نشا، رشة نشا كويسة كده. وهناخد العجين بتاعنا ده نحطه على سطح الرخامة ونبدأ نفرده. في الأول هتحسوا إن الموضوع صعب والنشابة بتمشي بصعوبة كده في العجين، ما تقلقوش خالص هتتفرد معاكم جدا. حاولوا تفردوها بشكل مستطيل، يعني بصوا تفردوها بالطول كده وبعدين تفردوها بالعرض بشكل مستطيل كويس جدا ومستوي. ورقوها على قد ما تقدروا، يعني كل ما بتخلوها رفيعة كل ما بتبقى معاكم جميلة ويعني دايبة وبتبقى مورقة جدا. وبعد ما فردناها كده بالشكل ده وسمكها مش تخينة، يعني مش رفيعة قوي ومش تخينة، هناخدها نلفها رول من غير ما نحط من جوه اي حاجة خالص. لفوها رول بالشكل ده وحاولوا طبعا بالنشابة ترقوها كويس علشان لما تتفرد رول ما يبقاش الرول بتاعكم تخين جدا. في اخر بقى الطرف من الاخر خالص هدهن ايدي كده مية وهقفل بقى كده هتفضل مقفولة. هاخد كده السكرابر بتاعي او السكينة وهعمل علامات وهبدأ بقى اقطع على العلامات اللي انا واخداها دي. وطبعا بقية العجينة هنشتغل فيها بنفس الشكل. بصوا بقى التوريقة بتاعتنا لسه هنفردها فردة كمان علشان ما تبقاش تخينة قوي كده، يعني ما حدش يعمل الخطوة دي ويقول بقى انا هحطها كده في سيجان وهي هتورق معايا، لا هي كده تخينة جدا جدا يعني مش هتستوي معاكم في الفرن.
بنضغط عليها كده بكف الايد، وبعد كده بالنشابة بنفردها فردة كده بسيطة. يعني مش شرط ان انتوا ترقوها جدا، لا، فردة كده بسيطة بشكل بيضاوي. وبعدين بنحط الحشوة بتاعتنا، هقول لكم عليها دلوقتي وهنزلها لكم كمان في فيديو منفصل. الحشوة بتاعتنا دي كانت نص كيلو من السوداني المطحون او المفروم ناعم جدا في الخلاط، وعليه كمان نص كوباية من السمسم، وعليه كوباية من جوز الهند، وربع كوباية من عسل المكرمل اللي انا عملته معاكم. وبس كده طحنتهم وعجنتهم كويس وشكلتهم عجينة، وبعدين قسمتها بقى كده مربعات عشان احشي بيها. قفلنا بقى العجينة بتاعتنا، برضو بنقفل بمية، وهحطها دلوقتي في صينية مدهونة دهنة سمنة كويس جدا. هنفردها كده بشكل بيضاوي، دي التانية. الأولانية قفلناها من تحت، دي هنقفلها كده زي ايه الحجاب أو زي الظرف كده. بصوا عن قريب أنا قفلتها بالشكل ده. أهم حاجة إن انتوا بعد ما بتحطوا الحشوة تقفلوا كده بمية. الحشوة تكون كويسة زي ما انتوا شايفين، مش كتيرة ومش صغيرة. بنقفل بقى بالشكل ده، مجرد ما بتضغطوا عليها هي بتقفل. طبعا النشا بتساعد على إنها تقفل جدا. بعد ما حطيتهم بالشكل ده كده في الصينية، هندهنهم وهنحط عليهم من فوق سمنة، على كل واحدة كده معلقة سمنة. هتشوفوا معايا دلوقتي كمية السمنة اللي انا هحطها. الشكل ده بقى جميل جدا وسهل وبسيط قوي، للي مش عارف يعمل الشكل الاولاني يعملها دايرة بس كده. وبعدين بندهنها بقى بالسمنة كويس جدا، كل واحدة حوالي معلقة صغيرة مليانة من السمنة. اهم حاجة ان انتوا تدهنوها دهنة حلوة جدا. بكون بقى مشغلة الفرن بتاعي سخن جدا جدا على اعلى درجة، واول ما ادخلها على الرف الاوسط، وهسيبها بقى، هنزل درجة الحرارة ل170، وهسيبها في الفرن لمدة مثلا 20 ل25 دقيقة، او لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت ومن فوق. وبعد كده هتشوفوها معايا دلوقتي. دي بقى العجينة التانية اللي كانت كبيرة، حجم الكرة بتاعتها كانت 45 جرام، وكنت مجهزاها برضو. اخدتها وفردتها زي الاولانية، وبدأت بقى ألعب بقى كده وأعمل أشكال كتير جدا، هي ممتعة قوي قوي في التشكيل بتاعها. بصوا بقى الحلويات بتاعتنا لما بتطلع بيبقى لونها ذهبي كده، بنزل عليه على طول بشربات تقيل. أنا عاملة شربات مكرمل طبعا، بحبه جدا في كل الحلويات المورقة، وهنزل لكم الرابط بتاعه، احطه لكم تحت الفيديو وفي صندوق الوصف كمان. ممكن كمان لو مش متوفر عندكم او مش حابين تعملوه، تعملوا شربات الحلويات التقيل عادي جدا، اللي هو 4 سكر و2 مية وعصرة نص ليمونة ومعلقتين عسل جلوكوز، وتسيبوهم ياكلوا 8 دقايق على النار. وبس كده دخلتها الفرن تاني لمدة دقيقتين، بعد ما بحط الشربات دقيقتين وبس. وبعدين بخرجها، ولما بتبرد انا بقى بحطها في علب وبشيلها عندي في الفريزر او في التلاجة، وما بيحصلهاش اي حاجة خالص. تعالوا بقى نشوف مع بعض الحلويات دي كده. بعد ما بتطلع برش عليها كده سوداني مجروش او بندق او اي نوع مكسرات او حتى جوز هند، او قدموها كده لان هي فيها حشوة. بصوا بقى الجمال والحلاوة والطعم، مقرمشة ودايبة دوبان، يعني كل جزء فيها حتى اللي ما فيهوش حشوة طعمه حلو جدا جدا من غير حلفان. بجد لما تجربوها هتنبهروا بطعمها حرفيا. اما بنيجي نكسر واحدة كده بالذات بقى، شفتوا المدورة دي اللي انا قلت لكم سهلة جدا في تشكيلها، مجرد ما بتضغطوا بس عليها بس كده بتبقى اتشكلت، وبتحطوها في الفرن وبتحطوا عليها سمنة وخلاص. بصوا بقى التوريق. تعالوا بقى نشوف كده، نضغط عليها ونشوف فيها عسل ولا لأ. بصوا الشربات بتاعها، شاربة الشربات لحد جوه، مورقة جدا جدا، وبقى مش مستفزة بقى في التسكيرة بتاعتها، لأ طعمها بيدوب بجد في البق. ولا بقى تقولي لي جلاش ولا بقلاوة ولا صوابع زينب ولا اي حاجة من الحاجات دي تفوقت تماما عليهم في الجمال والحلاوة والتوريقة. طبعا كل الشكر والتقدير للاخت السورية اللي علمتني الوصفة دي. لكن طبعا ما تزعلش مني لو غيرت المقادير بتاعتها، لان انا بحب العب في مقادير اي حاجة علشان احاول اطلع احسن حاجة عندي وافيد بيها الناس. يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم، وانا متأكدة لو جربتوها هتكتبوا لي ان هي عجبتكم جدا جدا. دي تاني سنة اعملها معاكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك وما تنسوش تبعتوا لي تطبيقاتكم على الانستجرام، وانتظروني فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.